تخيل نفسك سافرت بالزمن للمستقبل وشفت حاجات ما كنتش تتخيل إنها تحصل، وكل اللي كنت فاكرهم بيحبوك طلعوا بيخدعوك. وبعدين ترجع تاني للزمن بتاعك، يا ترى هتتعامل مع الناس دول ازاي؟ وده اللي حصل مع داليدا في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو بتوقيت 2028. يلا احكيلك ايه اللي حصل بالظبط بعد ما تدوس لايك وشير وتشترك في القناة. المسلسل بيبدأ بمازن الزوج اللطيف اللي صاحي بيعمل فطار لمراته داليدا علشان لما تصحى يبسطها ويفاجئها، وهي بتصحى وبتقعد معاه على الفطار وبيضحكوا بيهزروا. بيت سعيد، ست وراجل بيحبوا بعض. الراجل بيهتم بمراته والست بتحب جوزها وبتسمع كلامه، لكن في بعض التفاصيل اللي بتبين ان الجو اللي ظاهر ده مش حقيقي. زي ان داليدا بتقوله عايز اقص شعري، بيقولها هو هيبقى حلو بس انا حابه كده اكتر. ولما يتكلموا في الشغل بتقوله انها نفسها تعمل بودكاست عن الاطفال وان ده حلمها من زمان. بيقولها هي فكرة حلوة بس مش هينفع دلوقتي. وهي كل مرة بتقول له عندك حق وبتسمع كلامه رغم انه واضح جدا انه ضد رغبتها. واليوم ده بيكون عيد جوازهم اللي بيوافق يوم 31 ديسمبر 2025، وبيكونوا عاملين حسابهم يعملوا حفلة ويعزموا كل صحابهم. لكن مازن بيقول لها انه اليوم ده عنده شغل كتير وانهم يأجلوا الاحتفال شوية. وبنشوف صحابهم اللي بيشتغلوا معاهم شريف الصديق الطيب اللي مش بيسيبهم في اي موقف، وياسمين اللي زي اختها واقفة جنبها في رحلة نجاحها وبتدعمها في كل قراراتها. لكن بيحصل مكالمة مريبة بين مازن وياسمين واضح فيها انهم مجهزين لميعاد ومتفقين عليه. وساعتها مامة دليدة بتطلب منها تجيب لها نضارتها اللي نسيتها في بيت المزرعة. وفي الطريق مامتها بتتصل بيها قبل ميعاد راس السنة ب5 دقايق، ودليدة بتقول لها انها في الطريق لبيت المزرعة. وبتقفل معاها وبتدخل في طريق وهي بتسمع الراديو، بتلاقي شبورة قدامها. ولما بتعدي منها بتلاقي ان الراديو بيتكلم اننا داخلين على سنة 2028. وطبعا هي بتقول ده اكيد غلطان وبتضحك عليه، وبتوصل بيت المزرعة وبتتصدم لما بتلاقي جوزها مازن وصاحبتها ياسمين جوه البيت بيحضنوا بعض. وبتقول ده اكيد بيخونها وبتخبط عليهم وتفضل تهزق فيهم عشان ظبطتهم متلبسين. لكن بنلاقي ان هما الاتنين مش باين عليهم انهم مكسوفين مثلا من الموقف ده، بالعكس. بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا، انت ايه جايه تعملي مشاكل تاني بعد كل اللي عملتيه؟ موقف غريب اتحطت فيه داليدا اللي مشيت وهي منهارة من العياط، وبتخرج من البيت بتلاقي احتفالات رأس السنة وصواريخ بتضرب في السماء مكتوب فيها 2028. ومش بتحط في دماغها وبتجري تركب عربيتها وبتمشي وبتلاقي شبورة تانية. وبعد ما بتطلع منها بتلاقي نفسها وصلت عند بيت المزرعة مرة تانية، لكن المرة دي مش بتلاقي حد هناك. وبتلاقي زينة متعلقة باحتفالات رأس السنة 2026، والصواريخ بتضرب في السماء 2026. وبتدخل البيت وهي بتعيط وتفاجئت ان اصحابها ومامتها كلهم موجودين وعاملين لها عيد جواز جامد. وان مازن مش مشغول ولا حاجة، هو بس كان بيفكر ازاي يسعدها ويفاجئها. وياسمين ومازن كانوا بيتصلوا ببعض عشان يتفقوا على المفاجأة دي، لكن هي كل تفكيرها بيكون في اللي شافته، وأكيد مازن بيخونها مع ياسمين. وهي هتكتشف الكلام ده بعدين. وبتتعامل معاهم بقلة ذوق وبتطردهم بتبوظ الحفلة. وتاني يوم مازن بيصحيها وبيحاول يفهم ايه اللي حصل لها وليه عملت كده، وهي بتسأله احنا في سنة كام؟ بيقول لها ايه السؤال الغريب ده، احنا اكيد في سنة 2026. وبيطلب منها تفسير للي عملته، بتقول له انها هي اصلا مش فاهمة حاجة. وتبدأ تدور على النت عن موضوع السفر عبر الزمن. واللي بتعرف ان في دكتور ليه كتب عن الموضوع ده وبتروح تقابله وبيقول لها ان الموضوع ده جائز نظريا، لكن لحد دلوقتي محدش يقدر يطبقه. ولما بتحكي له على اللي حصل لها بيقول لها يمكن دي رسالة ليها انها تحاول تصلح الحاجات اللي بايظة في حياتها. وساعتها اول حاجة بتفكر فيها انها تراقب جوزها عشان لو بيخونها تبقى اتأكدت من اللي شافته. وبتركب كاميرات وبتحط له جهاز تتبع وبتبدأ تتصرف تصرفات غريبة. وبنشوف شريف زميلها اللي عارفها من زمان قبل ما تقابل مازن وتتجوز بيتكلم مع ياسمين، وفجأة ياسمين بتفتح شنطة يد خاصة بشريف. بتلاقي فيها حظاظة معمولة من الخيط ومكتوب عليها داليدا. وبتقول له انت بتخون صاحبك، انت ازاي تحب مرات صاحبك كده، كل ما نسألك مش بترتبط ليه؟ بتقول ما لقيتش بنت الحلال وانت مرتبط بمرات صاحبك. وهو ساعتها بيقول لها ان الحظاظة دي معاه من زمان جدا، وهو فعلا كان بيحب داليدا قبل ما يظهر مازن في حياتها ويتجوزوا، لكن دلوقتي خلاص الموضوع انتهى. قالت له واضح جدا إن انتهى بدليل انك محتفظ بيها لحد دلوقتي. وبيترجاها انها ما تقولش لداليدا ولا مازن على الموضوع ده عشان ما يحصلش مشكلة. وهي بتقول له طول ما انا شايفاك قدامي ممكن اقول. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني لازم تسيب الشركة وتبعد عن هنا خالص والا هقول لهم. وهنا شريف بيفضل انه يبعد عشان ما يعملش مشكلة بين داليدا وجوزها، وبيقول لهم انه جاله فرصة منحة بره ولازم يسافر، وبيحاولوا يقنعوه انه يفضل لكنه بيصمم. وبيتفق معاهم انه خلاص هيحضر نفسه للسفر وانه مش هينفع يجي الشركة تاني عشان ياسمين ما تقولهمش حاجة.
وبنرجع لداليدا اللي بتراقب مازن وياسمين، وكل يوم بتحصل مواقف تزود شكها فيهم، لدرجة إنها مشيت وراهم لما كان مازن بيوصل ياسمين لبيتها وبينزلها من العربية، وشافته وهو بيحضنها. وشوية فيديوهات من كاميرات الشركة وهم قاعدين مع بعض، ومرة سمعتهم وهم بيتكلموا بيقولوا إنهم لازم يقولوا لداليدا ومينفعش يخبوا عليها أكتر من كده. لكن هي بتفهم كل ده غلط، وبتعمل حفلة وبتعزم فيها ياسمين وخطيبها وشريف، وبتقول لهم انها محضره لهم مفاجاه. وبتكون المفاجاه انها بتشغل الفيديوهات اللي بيظهر فيها مازن وياسمين، وبتقول لهم انها اكتشفت خيانتهم. وساعتها خطيب ياسمين بيضرب مازن وبيفركش مع ياسمين ويمشي، وياسمين بتفضل تعيط ومش عارفه تطلع من الموقف ده ازاي، وبتجري بره وشريف بيروح وراها. ومازن بيقول لها انت اتجننتي، دي كلها مواقف عاديه في الشركه واحنا عارفين ان في كاميرات، يعني لو احنا زي ما بتقولي مش هنسيب الدنيا كلها ونقعد قدام الكاميرات. وهي بتقول له طب يوم ما وصلت ياسمين البيت وحضنتها. وهنا بيستغرب مازن وبيقول لها انت بتراقبيني؟ قالت له ايوه لازم اراقبك عشان ما افضلش مغفله طول عمري. وهنا بيقول لها انا فعلا وصلتها وحضنتها، عارفه ليه؟ لان مامة ياسمين عندها كانسر، وهي في اليوم ده بلغته بكده وانه كان بيواسيها لانها كانت منهاره، وانهم كانوا مش عايزين يقولوا لدليده على كل ده لانهم شايفين اعصابها تعبانه ومش عايزين يزودوا الضغط عليها. وهنا داليدا بتحس لأول مرة إنها غلطانة، ومازن بيبدأ يظهر عليه الغضب وبيقول لها إنها بعد كل اللي عملته ده ما ينفعش يفضلوا مع بعض. وبتبدأ العلاقة بينهم تروح لخط النهاية. وبنروح لياسمين اللي شريف راح يوصلها وهي منهارة من العياط، وبيحاول يهديها، لكن هي بتكون شايفة إن اللي عملته داليدا ده شيء ما ينفعش يعدي كده. وبتسأله إذا كان مصدق داليدا، وبيسكت عشان ما يزعلهاش لو قال لها رأيه. وساعتها هي بتتهمه إنه مصدق داليدا لأنه بيحبها، وبتسيبه وتمشي ومش بترد على اتصالاته بعد كده. وبعدها داليدا بتخش في حالة نفسية صعبة لأنها حست إنها بوظت حياتها بإيديها، وبتحاول تصلح علاقتها بمازن وياسمين لكن بدون فايدة. ومازن بيطلقها والوحيد اللي بيقف جنبها هو شريف. ومازن بيكون واقف جنب ياسمين، ومع الوقت كل واحد منهم بيبدأ يفوق لحد ما مامة ياسمين بتتوفى. وداليدا بتروح عشان تعزيها، لكن ياسمين بترفض تقبل منها العزاء. ومازن بيقرب من ياسمين أكتر وبيتفقوا على الجواز ويتجوزوا ويحضروا بيت المزرعة عشان يسكنوا فيه. وشريف بيطلع داليدا من الحالة اللي كانت فيها وبيشجعها تعمل بودكاست عن الأطفال، لأنه عارف إن ده حلمها من سنين. وبتقول له إنها عايزة تقص شعرها، بيقول لها إنها تكون حلوة في كل الأحوال. وهنا بيظهر لها الفرق بينه وبين مازن، وبتعمل لقاء تلفزيوني وبتقول فيه إن حياتها اتغيرت في آخر سنتين تغيير كبير جدا، وإنها اكتشفت إنها سعيدة بالتغيير ده، وإنها ما كانتش تعرف إن حياتها الجديدة هتكون أحلى مليون مرة من حياتها القديمة اللي كانت ندمانة إنها باظت. وشريف بيطلب منها الجواز وبتوافق. وبيجي يوم راس السنة بداية 2028، وهي بتاخد بوكيه ورد وبتروح على بيت المزرعة، وبتلاقي ياسمين ومازن بيحضنوا بعض زي ما شافتهم قبل كده، لكن المرة دي هما متجوزين وياسمين كمان حامل، ومازن فرحان جدا إنه هيبقى أب. وهي بتسيب لهم بوكيه الورد على الباب وبتمشي، وبنشوف الأضواء في السماء بتكتب 2028، وهي بتكون مبسوطة وخلاص مقتنعة إن حياتها الجديدة هي اللي موفرة لها السعادة الحقيقية. وبتمشي بالعربية شوية وبتدخل شبورة تانية، وبتتفاجئ إن الراديو بيهنج تاني، وبعدين بيتكلم إن دي بداية سنة 2026. وبتطلع من الشبورة تلاقي نفسها عند بيت المزرعة مرة تانية، لكن في سنة 2026، يوم ما كان مازن وأصحابها محضرين لها مفاجأة. وبتقف شوية تفكر يا ترى تتصرف إزاي بعد ما عرفت كل اللي هيحصل في المستقبل. وبيخلص المسلسل على كده، وهو سايب لكل مشاهد مساحة من التفكير. لو انت مكان داليدا هتتصرف ازاي؟ هتصلح علاقتها بمازن وتعيش معاه بعد ما اكتشفت ان شريف بيحبها وبيسعدها قد ايه؟ ولا هتكرر نفس اللي عملته عشان توصل للنتيجة اللي وصلت لها وتتجوز شريف وتبعد عن مازن وتزعل صاحبتها منها؟ وانت كمان قول لنا في الكومنتات ايه رأيك، داليدا هتتصرف ازاي؟ ولو عجبك ملخص المسلسل دعمنا بلايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.